اكبر عالم رياضة في كرة القدم، ده بقى اللي هيخلي الكرة المصرية في مكان تاني. نسمع كده. هو لو مستثمر جه خد النادي الاهلي ولا نادي الزمالك هياخده معاه وهيروح بيه؟ اول لما شغل دماغه وقال لك استثمار رياضة وازاي ولازم نطور، بقى النادي الاهلي والزمالك. الله ينور. يعني السوشيال ميديا بنشوف حاجات غير طبيعيه، عايزين استثمار رياضي. هو ده بقى يا جماعة اللي هيخلي الاستثمار الرياضي في مكان تاني. اول حاجه اللي ما اعرفش قصته، ده كان شغال مذيع، يعني كان شغال تبع قناه بيذيع، يا دوبك يمسك المايك ويسال كام سؤال. فدلوقتي ما شاء الله بقى قاعد في برنامج حاجه يعني محترمه. راجل عم بيقترح، راجل عم بيستثمر، راجل بقى عارف يعني ايه كرة القدم. يا سلام يا جماعه. في ناس قاعده في قنوات الشغلانه بتاعتها تعمل ايه بقى؟ يجيب اتنين تلاتة من بتوع السوشيال ميديا، فيسبوك وتيك توك ويوتيوب، وتعالى يا عم اقعد. ايه رايك في فلان؟ ايه رايك في الماتش ام بي؟ ايه رايك في ماتش الاهلي؟ ايه رايك في ماتش الزمالك؟ ويقعد بقى. طب انت شغلتك ايه؟ يعني انت بتفهم كرة ازاي؟ او انت يعني انت قاعد هنا في القناة دي علشان احنا نستفيد منك، مش عشان تجيب حد نستفاد منه وتستفيد منه. يا جماعة بقى، والله القنوات ديت عايزة، قنوات الرياضة ديت في مصر عايزة شوية فرمطة. نجيب بقى الناس اللي بتفهم بقى في الرياضة نقعدها في القنوات الرياضية. نجيب الناس اللي بتفهم في اي مهنه، يا عم نعمل لها اختبار، نعمل لها اسئله، نشوف التاريخ بتاعها ايه، نشوفهم مثلا عندهم دراسه كامله ولعب وخبره، ونجيبهم نقعدهم. الراجل اقترح، اول اقتراحاته واول تدخلاته في الاستثمار باع النادي الاهلي والزمالك. اسمع يا عم كده الجمله دي. لو الكوره في مصر مش هتدخل لنا فلوس واستثمار، سوري يعني، يبقى اللي شغالين عليها بيشتغلوا حاجه تانية غير كره القدم. يعني السوشيال ميديا بنشوف حاجات غير طبيعيه، ما هو الحاجات اللي غير طبيعيه، الحاجات اللي انت بتقولها دي. لكن احنا باصين كده اهي قدامك، اهي اهو، مليارات دولارات قدامك، بس انت مش. ما هو احنا باصين كده، ما هو فعلا انت معاك حق، احنا باصين كده. انت عارف احنا لو مش باصين كده كان زمانك انت مش قاعد في قناه رياضيه، كان زمانك انت ما بتتكلمش عن الرياضه. يعني ما سمعناش عنك انت، يعني اللي انت زي محمود الخطيب، زي واحد في مجال الكره تقيل قوي، زي مثلا مسك فرقه وبيتدرب طالع. يا جماعه مش كل واحد عارف خبرين ثلاثه. ما انا ممكن اقعد اشوف الاخبار بقى، النهارده الاهلي خسر من الزمالك، تشيلسي خسر من المحله، المحله خسرت من ريال مدريد، واطلع افضل اقول بقى ايه ده المحله ومش عارف ايه، وبعدين اطلع في قناه. يا جماعه بقى فككوا بقى من الترند ومن الكلام ده. يعني احنا عايزين 3 بيراميدز، عايزين 3 بيراميدز، اغير الحاجات اللي هي بتعرقل الكلام دوت وافتح. بعد الكلام ده يا جماعه الراجل ده لازم يمسك منصب كبير بجد. ده لازم يمسك حاجه كده، يبقى هو بقى الرياضه كلها في مصر. ده اللي هيحطنا على الطريق الصحيح يا جماعه. ده يعني هيخلي الكره المصريه في حته تانيه. لازم احنا بندعمك على الاستثمار زي ما انت بتقول، وانك تبيع الاهلي وتبيع الزمالك، وهات يا عم الناس تشتري الاهلي والزمالك. واقول لك ايه، هياخدوا الاهلي والزمالك وهم مروحين؟ لا يا عم، هيتحكم فيك من الف لحد الياء. ما هي كده. وهو انت بتتكلم ان حد يجي يستثمر في النادي الاهلي وفي النادي الزمالك؟ لا، ده هيبقى بص مسؤول من العامل لحد اكبر راس في النادي. طب ما انت مفكر ايه؟ انت مفكر ان حد هيجي يحط مبلغ في اهلي وفي زمالك ومش هيبقى عنده التحكم الكامل؟ لا، ده لو طال ياخد النادي وهو في بيته خارج مصر، هيتحكم في النادي وهو في بيته خارج مصر. يا جماعه نستوعب الكلام اللي احنا بنقوله يا جماعه. سلام عليكم.